كاملين غادي نكونوا سمعنا بالحملة اللي قامت بها واللي تتقوم بها النيابة العامة ضد مروجي التفاهة في المغرب. تنظن ما زالت مستمرة لحد الآن. لكن واش عرفتي حجم التهم اللي وجهتها النيابة العامة لهاد الناس؟ الصراحة يضرك راسك إلا عرفتيها، وغادي تسائل كيفاش هاد الناس كانوا دايرين صناعة المحتوى مجرد غطاء الأفعال الإجرامية أخرى أخطر مما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، باش ما تضيعش مجهوداتنا ونواصلوا في المحتوى ديالنا الهادف، وحتى انت تكون واحد من اللي تيشجعوا المحتوى الهادف ضد التفاهة، اشترك في القناة وضع لايك للفيديو. قبل ما نعرفوا شنو هما التهم اللي موجهة لهاد الناس، خاصنا بعدا نعرفوا شنو هي الطرق اللي تعتمدوا عليها باش يطلعوا ويديروا البوز. فإلا كنتي من مدمني مواقع التواصل الاجتماعي، وسمحوا لي بزاف على هذا المصطلح، لا بد ما تكون تحتي فيديو من فيديوهات أحد صناع المحتوى التافه. وإلا كنتي من الناس اللي تفكروا خارج الصندوق، فلا بد ما يجيك هذا التساؤل: شنو اللي تيخلي بحال هاد الناس يتشهروا رغم الفيديوهات ديالهم ما غادي يستافد منها والو، وما غادي يستافد منها حتى الجمهور والو، ورغم انهم تيبغيو يبينوا الجانب الكوميدي فيهم تيفشلوا في هذا الشيء. بمعنى اخر، ما عندهمش موهبه. الا جينا نشوفوا العامل المشترك بين هادو كاملين او هاد الناس كاملين، هو اول حاجه تيشتركوا في السب والتنمر على الناس، وفي الغالب الاحيان تيتشهروا بسبب فيديوهات تيهضروا على مواضيع جنسيه او اعلان المثليه. وخاصه هذه القضيه اللي كثرت بزاف بحيث اصبحت ظاهره، وهي اقرب طريق للوصول الى الشهره. وبلا ما نهضروا على الكونسيبت الجديد ديال التشكيك في الدين، والمسرحيه السهله ديال واحد تيشكك في الدين حتى يتشهر، ويجيو الاخرين يديروا راسهم تيدافعوا على الدين، رغم ان الهدف ديالهم يشاركوا مع صاحب البوز المشتركين، وكذلك التفاعلات والمشاهدات، واخر همهم هو الدين. من بعد ما عرفنا الطريقه باش يتشهروا هاد الناس، دابا نجيو اشنا هما التهم اللي عطاتهم النيابه العامه او اللي وجهتها عليهم النيابه العامه. هاد الناس كيف ما تيتشاركوا في طرق الشهرة، تيتشاركوا أيضا في التهم الموجهة لهم. مثلا واحد الشخص معروف مشهور، بلا ما نذكر الأسماء والاسم ديالهم، تعود على دخول السجن بسبب السب لمختلف الفئات المجتمعية، واللي أصبح يستهزئ بالعقوبة السجنية. اليوم وجهت له نفس التهم السابقة، وهي السب والشتم والتشهير والإساءة والتحريض ضد مجموعة من المهنيين، والذين اتهموه بالإساءة لمهنة. وكذلك وجهت له النيابة العامة تهم مثل التعاطي للمخدرات وحيازاتها مع وجود حالة العود، بمعنى أن هذا الشخص سبق وارتكب نفس الجرائم. وهذا الشيء يعني أن العقوبة ستكون مسددة. والصراحة هذا هو كبيرهم الذي علمهم السحر، هو أشهر واحد كما قلت سابقا. واحد جوج تشهروا مؤخرا من انصار المثليه، ما غاديش تيقوا التهم الموجهه لهم، حيتاش كيف ما سبق وقلت لكم، هاد الصناعه ديال المحتوى اللي تيديروا على ما بان ليا غير الواجهه، واش تيستغلوها باش يقلبوا على الضحايا ديالهم، ولا تمويل ديال داكشي اللي تيديروا. حيتاش بزاف ديال الحوايج ما واضحاش الصراحه في هذه القضيه. باختصار القضيه وما فيها هو ان هاد الناس، واحد هو الام ديالو وكذلك صاحبه في الحرفه، متهمين بالاتجار بالبشر، وغير هاد التهمه بوحدها تقدر توصل العقوبه ديالها ل20 عام، بالاضافه تهم اخرى مثل الدعاره ونشر مواد اباحيه، وكذلك السب والقذف. ومن خلال القضية الأخيرة ديال داك القاصر والأم ديالو، بالإضافة للميكسور ولا ما عرفت سميتو، يمكن لينا نستنتجو واحد الحاجة خطيرة بزاف ذكرتها، ولكن غادي نبين الخطورة ديالها، وهي أن السوشيال ميديا دايرينها غير طريق باش يوصل لأكبر عدد من الكليان وكذلك الضحايا، على اعتبار أنهم تيمارسوا الاتجار في البشر. بمعنى الإخوان، هاد الناس راه ماشي خطر على الأخلاق ديال المغاربة كيف ما كنا تنظنوا، وإنما خطر على أجيال بكاملها وعلى الصحة النفسية ديال وليداتنا. لذلك فاللي عنده شي وليدات يراقبهم، ومن الأحسن يمنع عليهم مواقع التواصل الاجتماعي بصفة نهائية. آخر حاجة بغيت نهضر عليها ونوضحها، هو الناس اللي تيقولوا بلي هذه حملة من النيابة العامة ضد التافهين،
فراهم غالطين بزاف، لأن هاد الحملة المصدر ديالها هي الشكايات تقدمت بها مجموعة من الجمعيات التابعة للمجتمع المدني. وبغيت نقصد بهذا الشيء، فراه إلا بغيتي تحمي وليداتكم من هاد الناس، هاد الشيء تيبدا من المبادرة ديالكم. فاللي شاف شي حاجة مخالفة للقانون بطبيعة الحال خاصو يبلغ النيابة العامة. وهذه الدعوة موجهة أيضا للجمعيات لمواصلة عملها. والسلام على من اتبع الهدى.